السلام عليكم، كيفكم؟ شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم جبت لكم تحفة فنية بصرية ذوقية اقتصادية كل شيء. جربوها ما رايحينش تندموا، يا درا دوب دوبا هشة هشة هشة، جربوها ما رايحينش تندموا. نبدا وصفة تاعنا. قبل هذا نذكركم ما تنساوش الاشتراك في القناة، الضغط على زر اللايك وخلوا لي تعليق. نبدا وصفة تاعنا بسم الله. كيف ما شفتوا الشراب ولا السيرو اللي راح نشربوا به، شكون ما يعرفوش، كأسين من الماء وكأس من السكر، شريحة ليمون وملعقة صغيرة فانيليا حتى يصلوا درجة الغليان بهذا الشكل. نخلوهم بجهة ونروحوا الكريم دبلومات، كريمة دبلومات اللي نحتاج فيها كأس من الحليب ونصف كأس من السكر وملعقة صغيرة من الفانيليا اللي كنت ضفتها أول شيء وملعقة كبيرة من المايزينا. نحركوهم قبل ما نحطوهم على النار، بعدها نحطوهم على النار مع الخلط المستمر حتى نتحصلوا على هذا القوام. بعدها نروحوا نضيفوا ملعقة كبيرة من الزبدة ونحركوا مليح مليح حتى يمتزج لنا كامل الخليط تاعنا. بعدها نحطوهم في إناء ونغطوهم بالورق الشفاف بهذا الطريقة كيف ما راكم تشوفوا، ونحطوها سواء في الثلاجة أو المجمد إذا ما كانش عندنا وقت. بعدها نروح للخليط تاعنا اللي نحتاجو فيه 3 بيضات وكأس كبير من السكر. بعد ما خلطنا البيض تاعنا نضيفو السكر وملعقة صغيرة من الفانيليا ونصف كأس من الزيت، نصف كأس من الحليب. أنا عملتهم بهذه الطريقة. نضيفو كامل المكونات مع بعض، نحركو مليح مليح. بعدها نروحو نضيفو الخميرة، خميرة الحلويات الخاصة بالحلويات. كل كيس يحتوي على 10 غرامات، معناتها أنا احتجت إلى 20 غرام من خميرة الحلويات. نخلطو ونضيفو كأس من الطحين الأبيض أي الفرينة، نخلطو مليح ونزيدو نضيفو نصف كأس من الطحين الأبيض ونزيدو نخلطو مليح مليح. وبعدها نروحو نضيفو ذوق العسل. الخليط تاعنا رايحين نقسموه على 2، ذوق شوكولا وذوق الليمون والعسل. نضيفو ذوق العسل ونخلطو مليح وبعدها نقسمو الخليط تاعنا على 2. الجزء هذا راح نخليه شوكو والثاني بذوق الليمون والعسل. نضيفو الجزء الأول 3 ملاعق من الكاكاو والنصف الثاني نروح نضيف له ملعقة كبيرة من الطحين الأبيض. أنا كنت مليت الملعقة بزاف، يعني تقريبا ملعقتين. نخلطو مليح الخليط تاعنا حتى يمتزج. بعدها نخلطو الخليط الثاني. اما الخليط الاول رايحه نضيفولو عصير الليمون، حتى اني ربيت لوزاز دو سيترون لو جو دو سيترون نزيدوهم للخليط تاعنا بهذا الشكل ونخلطو مليح مليح حتى يمتزج لنا الخليط ونروحو نحطوهم في المول تاعنا. انا استعملت هذا المول، نتوما استعملوا اي مول يكون عندكم، المهم يكون فيها كتقف في الوسط هكا باش نعمروهم بالشي اللي متوفر عندنا في البيت. انا كنت مين كنت نفرغ في المول كنت نعمر فقط في الحواف، ولكن لازم تعمروا في الوسط بهذه الطريقه. بعدها انا كيف ما شفتوا كنت ننشع في الخليط للوسط ونتحصلوا على هذه النتيجه كيكه هش طري كيف ما راكم تشوفوا. حمرتهم مليح مليح وهذه هي النتيجه. هذا هو طيابهم. تحمروهم مليح هكا باش ما يبقاش يتلاصق هذاك العجين. هكاكم عارفين كيفاش يجينا من هذاك العجين ما يكونش طايب مليح مليح. ونروحوا نشربوهم ونشربوا كامل الكميه وبعدها نروحوا نكملوا باقي المراحل. كيف ما راكم تشوفوا لهنا كنت نكمل في كامل الكميه اللي عندي. صح في هذا البرد، يعني في فصل الشتاء تكون تولي تباننا غير نحكموا بلايصنا ونتفرجوا لي فين، ولكن ما فيش احسن من اننا نوض نفرحوا عائلاتنا ونحضروا لهم حاجه اللي تعجبهم. بعدها كملت كامل الكميه اللي عندي ورحت نكمل الكريمه اللي راح نستعملوها. انا كنت خرجت هذيك الكريمه اللي حضرناها مع بعض في الاول، وكما كنتم تشوفوا كانت جمدت معايا، ماشي جمدت يعني بردت. واول شيء كنت ضفت كأس من بودرة الشونتيي. بعدها ضفت هذيك الكريمه اللي حضرناها ونبداو نضيفوا في الحليب تدريجيا، ما نضيفوش كامل الكميه دفعه واحده. انا كنت نخلط بالخلاط الكهربائي ونضيف الحليب تدريجيا حتى نتحصل على القوام اللي راني حباته، يعني يكون مش خفيف خفيف ومش ثقيل، بهذه الطريقه حتى نتحصلوا على القوام اللي حابينه. وهذه هي النتيجة اللي كنت أنا حابتها. كيف ما راكم تشوفوا كريمة ومش خفيفة ومش اللي ثقيلة بزاف، يعني نقدروا نبوشيوها وتخرج لنا شكل مليح.
ونروحو نديروها في لابوش تاعنا، نستعملو بهاد الطريقة فقط للمبتدئين، ولكن على بالي تعرفوا ماشي أنا اللي نوريلكم، يعني فقط للمبتدئين. وبعدها نروحو نوجدو باقي المكونات اللي رايحين نستعملوهم في التزيين تاعنا. نقدروا يعني نخلو هادوك الميني كيك تاعنا يعني فقط هكا بسيطين، ولا نقدروا نعبوهم بالفواكه، ولا نقدروا حتى نعملوهم يعني بالشوكولاتة الطلي. أنا كنت لهنا طليتهم بالمربى، بعدها رمّيتهم في جوز الهند، وكاين كمية اللي رمّيتها في جوز الهند، والكمية التانية رمّيتها في رقائق الفول السوداني ولا رقائق اللوز، وعبيتهم لهنا بالديكوجيل ذوق الليمون أو مربى الليمون أو أي شي يكون متوفر عندكم. المهم هادي يعني هاديك ميني كيك بالمربى وجوز الهند، ما نحكيلكمش على داك المذاق تاعهم، روعة، روعة، روعة. جربوهم ما رايحينش تندموا، سواء تخلوهم هكا بسيطين ولا تعبوهم بالفواكه، يعني أي شي. يعني أنا فقط عطيتكم الفكرة وانتوما طبقوه كيف ما تحبوا بالشي اللي متوفر عندكم في الدار. المهم نفرحوا عائلاتنا وأولادنا، وهذه هي النتيجة. يعني الأولاد ما عنديش، ولكن عندي عائلة ولا عندي قط. المهم كمل الكمية اللي عندي، وكما راكم تشوفوا نتيجة ولا أروع. حتى قادرين نستعملوا البيستاش، نرحيو بيستاش نضيفوه للخليط تاعنا، وفي الوسط نعبيو بالكريم بيستاشيو. يعني نقترح لكم، يعني أنا فقط نعطيكم أفكار، وانتم بدعوا بالشي اللي عندكم، بالأي مول يكون هكا شكل شباب. المهم نفرحوا عائلاتنا ونحطوا لهم ماكلة يعني هايلة، مش فقط لضيافنا ولا في مناسباتنا نوضو نديرو هكا صوالح هايلين ويعجبوا عائلتنا. لأنه فعلا هي صح اقتصادية، بصح راكم عارفين الذوق ولا أروع. والله رايحين تجربوها ما رايحينش تندموا عليها، شكلا مذاقا واقتصادا. وهذا هو الوصفة تاع اليوم، نتيجتها ولا أروع. حتى أنه هادوك خليتهم هكا بسيطين، فقط نعطيكم فكرة، يعني قادرين نخلو هكا نجربوها، يعني الكيكاتنا تاع يعني تاع كل يوم، تاع قهوة تاع كل يوم. ولكن أنا في الأخير كنت يعني كملت كامل الكمية، زينتها بالشي اللي متوفر عندي، وهذاك كنت هديته. وهذه هي النتيجة، هش تدوب ذوبان، ذوق ولا أروع. ما نحكي لكمش دمار، جربوها ما رايحينش تندموا عليها. ما بقى لي غير نقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك، وخلوا لي تعليق إذا كنتوا جربتوا الوصفة تاعي. إن شاء الله تكونوا بخير، دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.